وده كان الفرق ما بين ده يعني وده. بالله عليك بالله عليك، عسل غالي محطوط في جيركن بلاستيك، اغلى عسل في العالم محطوط في جيركن يا ابني. بلاستيك، والعسل الرخيص محطوط في ازاز. يا اخي بالله عليك، يا اخي يا اخي ارحمنا يا اخي. انت ليه ارحمنا يا انت أخي. ليه اوفر ارحمنا. انت. مبدئيا يا جماعه عشان نعرف ليه الاعسال الغاليه قوي بتتحط في حاجات بلاستيك وليه الاعسال اللي مش غاليه او المتاحه بتتحط في ازاز. الموضوع بسيط جدا، الا وهو ان الاعسال الغاليه بتيجي لازم يتحافظ عليها بصوره كويسه. يعني ده بيبقى شكل مثلا عسل مع الشحن، بنبقى عارفين الجيركن ده 7 كيلو وده 7 كيلو وده 7 كيلو، اي حاجه نفس المقاس بتبقى 7 كيلو. ما بنقدرش ان احنا ننقلها من جاره للتانيه عشان خاطر موضوع حدر العسل. تخيل معايا ان كل ما بنقل العسل من عبوه للتانيه بيتفضل جزء كبير من العسل، حتى لو كان نادر ممكن يوصل ل 200 و300 جرام في العلبه، انا مش عارف انزلهم. وعموما كل الاعسال دي هي مش اعسال غاليه قوي، بس يعتبر اغلاهم العسل ده. ده عسل الكهوف، وده بيجي 7 كيلو بس في السنه. سعره غالي جدا، بيوصل ل 18000، ويعتبر من اكتر الحاجات مبيعا، وما فاضلش فيه تقريبا غير ربع كيلو. انا بقى تخيل لو انا عايز اعرضه هضطر ان انا انقله من هنا لهنا، فهفقد جزء من العسل ده. سمعت الكلام؟ اخويا وحبيبي انا فهمت خلاص. تمام. فهمت يبقى حبيبي. العسل الغاليه هنحافظ عليها شويه، العسل اللي متوفره نعرضها بشكل كويس. المهم ده ب 18000 ايه ده؟ 18000 درهم. 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 خد يا